وكل جامعة بالعراق اكو شي يميزها. مثلا عندك جامعة بغداد حلوة مرتبة دخوليتها راقية، وجامعة المشرق هم معروفة وحلوة وتصميمها مودرن وما بها سلبيات، والفراهيدي هم جامعة راقية ومعروفة ما يحتاج احكي، تعرفون بشنو معروفة. خاطري الكلمة ودي اقولها بس يقال، لا صعبة هذه لو قلتها راح انسجن، خليني ساكت. وكلية المأمون هم راقية وحلوة وجاي يعمرون بيها، إلا جامعتي خرب النشقد غثيثة، ما بيها لا تصميم بيه خير، لا قاعات بيها خير، لا ممشى بيه خير، حرفيا كل شي بيها غلط. تخيل بالتراث عندهم روبوت على شكل كلب، فشنو خالي احنا لازم نقلدهم وجبنا كلب بس مو روبوت، ترى والله مو شقة عندنا كلب وهم اكو بزونة وياه. بوليس علي بابا. وهي الجامعة عبارة عن بستان، فعادي نجيب حيوانات شكو بيها، وكل هاي السلبيات، والوحيد اللي متفائل هو صاحب بيج الجامعة. ما مصدقيني مو؟ دي شوفوا وش ينشر. شنو سر هالكائن ما ادري اخذ عمري. والله يا اخوي على مود الحضور. اهم شي انت مقتنع، الباقي مو مهم. جامعات والله انقهر عليكم بالقرآن الكريم انتم خطية، يعني بالمطار وين تروحون تقعدون ببناية لو تقعدون على الدرج؟ نشوف الاجواء، شوف الونسة، شوف الاجواء الشتوية شلون حلوة. هسه عوف بقية الجامعات وشوفوا احنا صار بينا بالمطر. عمو سامي، عمو مي، عمو سامي غرقانين غرقنا عمو سامي. جي المفروض ويا كل هاي المغثة يتفق قسمنا حتى نطلع سفرة، بس هو غير الممثل يبادر بالبداية. بس هو الحكي لله، بالمرحلة الأولى أخذ موافقة من القسم وطلعنا لجزيرة بغداد السياحية. يا ولد عقب باكر السفرة ونلم الفلوس، اللي يروح يا أهلا بي والما يروح طب ومرض، من كل واحد 5000. ومن رجعنا لقينا قسم لازقنا بغياب جماعي 120 طالب، وأجى رئيس القسم رازلنا رسالة أخت الكذب، بحيث كل واحد حاط إيده على وجهه وشابع ضحك. الموضوع اللي بطل طبعا انتم أسوأ دفعة مرت عليكم، انتم أسوأ دفعة مرت عليكم انتم. 2000 years later. بالمرحلة الثانية هم اتفقنا نطلع، وصارت واحد يجر طول وواحد يجر عرض، لأن احنا 3 جروبات وكل جروب مسوي ممثل خاص بيهم. على كف امك الدين هو ها؟ بس الممثل الأساسي هذا. بالنهاية طلعنا وبس جروبنا من مجموع 120 طالب بس 15 راح، بس أهم شي تونسنا شعلينا بالباقين. بالنهاية ترى جامعتنا حلوة، راح تقول لي شنو حلو بيها وانت ما خلت شي سلبي ما حكيته. الحلو بيها أنا وصاحبي قاعدين وحاطين رجل على رجل ونحكي عن الرايح والجاي ونضحك عليهم، بس ترى والله مو بيدنا، هم خلوك تحكي غصبا عنك، وما اريد احكي اكثر، خاف العمادة تنزل بيها كتاب وما بيها حيل جيب عمك وجيب خالك. وطلاب قسمي ترى احبكم والله، وبشرفكم لا حد يفضحني ويبلغ علي بالعمادة.